طبعا وصلنا الصناعية. شو بنسوي في الصناعية؟ أول شيء مثل ما تشوفون في تغييرات اليوم إن شاء الله جذرية وحلوة بإذن الله سبحانه وتعالى. بس أول تغيير بيكون عندنا بنفصل طربال حق الجنريتر لأن شكله وايد قبيح طالع بالطريقة هذه. عادي نصور؟ مبروك غصبا عنك. مبروك. الله يعطيك خير. هو يكفيك شر. امين. تقدرون تباركوا لي على الموتر الجديد، خلاص غيرت صرت راعي سبورت. نقول ممشى ولا ما يحتاج؟ عادي يا ريال. كم ممشاها؟ 49. 49,000. يلا طلعوا لي الانظار. ابي سوبر انظف من هاي. 49,000 ماشي. ما شاء الله تبارك الرحمن. موتر ولد اختي طبعا هذا. صبغ وكاله، كل شيء فيها وكاله. طبعا تعديل رنقات ما رنقات، سوبرا ما يضبط من دون هالموضوع. المهم خلوكم من السوبرا. الحين عندنا هذاك. انا اشوف اوكي. شو رايكم؟ يكون 70 عسبة شويه ينزله من فوق. اوكي 70 يلا. 70. هذا شكل نسوي لي ستيكر ثاني ليت لي ان شاء الله، وفي ستيكر جانبي وبنحط لوجو القناه باذن الله. يعني نسوي لا شو بنسوي؟ بنسوي لوجو عشان نوزعه ونحط الاماكن اللي نروح. اشكرك يا اخي، اشكرك والله لو مو موجود كان ضعت اليوم. انا ضايع من الصبح اصلا. طول عمرك. فبنختار ان شاء الله وبنقول لكم شو اللي ناوي نسوي ان شاء الله. مثل ما تشوفون هالستيكر اللي ورا خلصناه، الحين بظهره وان شاء الله بتشوفون في اكثر من ستيكر بيركب على الموتر باذن الله. مثل ما تشوفون الحين بنركب الستيكر الاولي هذا ان شاء الله. مثل ما تشوفون هذا الشكل النهائي ما شاء الله تبارك الرحمن. والحين بنركب اللوجو الثاني هناك ان شاء الله. ان شاء الله الحين بنركب هذا، شوفوا يكون شكله احسن وما يبين العيوب اللي فيه وارتب. بس الحين هو قال لي بيضبط لي. ما تشوفون ركبناها بصراحه شكله صار احلى مع اللي فوق. خلوكم الرقم لان مو عنده توفيس اصلي، في البيت عندي توفيس اصلي بركب له ان شاء الله والاستيكر. بروح نكمل الشغل الباقي الحين. زين يا اخواني مثل ما تشوفون خلصنا خارج الموتر. طبعا هاي اول هديه جتني على فكره، معلومه انا رجل اطفاء، فهاي اول هديه جتني حق السياره حطيتها هني. واخذت هالبطانيتين. هاشو الحلو فيهن اول شيء صغار وتقدر تخشن في اي مكان. مؤقت حق الناس اللي بيرقدون هناك. طبعا هناك باخذ لي طقم كامل عقب. والقلاصات هاي السفريه ضروريه. وها في داخل سياده وقلاص وشي ديزاين شي كلاسيك. وهالمخمة ضرورية جدا لما اخذ الكهربائية، حل مؤقت المغناطيس. هالقلاصات جميلة بصراحة. شوف مكتوب عليهن كرم يعني. وها ستيكر اخ عزيز وغالي اضيفه على الانستغرام، هو ريال رحال. فان شاء الله راح ارتب هالشغل كله وبنصور وفي تكملة ان شاء الله. خارجين صورنا لكم اياه كامل وخلصنا، وعقب بنصور كل شيء مرة واحدة يكون احسن. فهذا هو اللي لين الحين وصلنا لهالاشياء. بس رحلاتي ويا الاهل ويا العيال الحمد لله لك يا رب. هاي طلعت الاولى جتني المبزره في العين ما شاء الله تبارك الرحمن. سواقته جدا جميله. دخلت في زحمه مني من هناك يعني انا سقيس عليه، بس برايكم شيء عجيب صراحه ما شاء الله تبارك الرحمن. لو تطالعون كاميرتي بالطريقه هاي عجيبه كان ما اعرف، بس المظهر عجيب صراحه فحبيت اني اوثقه. ما شاء الله تبارك الرحمن. المبزرة حلوة تجيب العيال والاهل كنت تتمشى وتقعد فيها في منطقة العين في الامارات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله ترقبوا الوجه الجاية وين بنروح فيه. ما بوثق وما بصور وايد لاني بسوي رحلة خاصة يعني طلعة كاملة بكون موثق فيها كل شيء بكل تفاصيله. الحين بس اجرب السيارة واعطيكم رايي في نهاية التجربة باذن الله. يا اخواني هنا وصلنا لفجيرة، من العين لفجيرة ما شاء الله تبارك الرحمن. والرحلة مستمرة والعيال ما شاء الله تبارك الرحمن. فضل الله سبحانه وتعالى. الكرفان مثل ما تشوفونه وايد لين الحين يعني ما شكيت من كذا شغلة. في كم شغلة ما عرفت لهم يعني التحويل من الطاقة البطاريات الثانية عقب فهمت له. ما شاء الله وصلنا هالمكان الجميل ان شاء الله انه بنخيم فيه مستقبليا مش الحين مثل ما تشوفون. زين يا اخوان الرحلة وصلنا وين؟ كلبة. تقريبا تمشيت اكثر من مكان الحمد لله. عرفت القياسات. في كم شغله لين الحين ما عرفت لهم. باقي الامور عرفت لان بدينا نتعرف على بعض انا
والكرفان. كرميته باسم نونة، اسم بنتي سارونة. فيت قالت لي بابا هذا مال نونة، قلت له خلاص نسميه نونة، قالت لي ايوه، فقررت اسميه نونة ان شاء الله. الحمد لله لك يا رب. الديزل زين، سواقته حلوه ما شاء الله تبارك الرحمن. ما عرفت اشغل غاز لين الحين، فكلمت كذا شخص يفيدوني في الموضوع هذا. والشيء الثاني موضوع البطاريات والطاقه الشمسيه الحمد لله تمام. في موضوع كان عوزني بخصوص البطاريه هني. هاي هي بطاريه السياره نفسها، هاي البطاريه اللي تحت ففضت علي قبل شوي، بس نشرجها بالجنريتر ان شاء الله. هاي بطارية السيارة فل، هاي البطارية الثانية فاني اشرجها ببطارية شغلت الجنريتر عشان يفول واقدر اشغل كل شيء. ما شاء الله المكيف حتى يشتغل ببطارية هاي الثانية اللي ورا، بس يصرف وايد مشغل المكيف. فمثل ما تشوفون ما شاء الله تبارك الرحمن. جينا نظفنا السيارة من داخل، طبعا تعرف عندك عيال وهذا وصاخة وتتلعوز فيها. حطينا هالزينة والحركات اللي هو بعد ما شاء الله تبارك الرحمن مثل ما تشوفون. تمام، كان نوعا ما على سبة كيف انك تحس ان المكان لك انت، يعني كأنك في بيتك. وهذا هو مثل ما تشوفون، هذا الكرنيش ما شاء الله، كرنيش الكلبة ثمارة فجيرة او شارجة، والله ما اعرف تابع لي شو صراحة. وهذه الفرق. زين يا اخواني، شو تهندس يا ابو عبد الله، شو تسوي؟ شوفوا بصراحة براويكم شيء. الحين شوفوا شكل الرنج كيف طاسة راكبة، والرنج سيلفر من داخل، تحس انه شيء ملفق بصراحة. هيتني فكرة، ها ظهر الطوس نصبغ هذا اسود، نشوف كيف بيطلع. وهاي الخطوة يعني بنصبغها، بنراويكم قبل وبعد. شوفوا الحين قبل كيف شكله خايس، بنشوف بعد ان شاء الله نيل. زين يا اخواني، مثل ما تشوفون الاول كان عندي الرنج اللي داخل لونه رصاصي ومركبين عليه الطاسه من الوكاله، هو جاي من خفته يعني بصراحه، فشكله وايد قبيح. صبغته الحين اسود، ومثل ما تشوفون ما شاء الله شكله صار ارتب. وفي بعد شيء ثاني ان شاء الله بنسويه عقب، مش الحين. فدوم لاحظ اذا عندك يعني نقاط سلبيه في السياره الخارجيه او شيء والاشياء، يعني موضوع سهل هذا حليته على طول. وابدا غير، لا تقعد تونك على الثابت انه جاي من الوكاله بالطريقه، لا بدل وبيطلع شيء احسن. فالحين ان شاء الله بنشوف شو عندنا. مشكلتي مش مهتم يعني برا السياره وايد، اهم شيء عندي داخل، بس ظهرنا لازم نهتم بعد لمسات بسيطه من برا عشان يكون حلو.